وانت بتأسس شركتك لازم تفهم ان مفيش مكسب من غير خسارة. اللي ما يخسرش ما يكسبش. ولما تدخل في مشروع لازم الأول تجرب في فلوسك، عشان لو ما نجحتش محدش يقولك انت فين. ولما يكون معاك شريك لازم تكونوا متحابين، وكل واحد بيفضل التاني على نفسه. كده ربنا هيكون معاكم في الشركة. وخلي دايما قدامك هدف، لأن الطموحات ملهاش حدود. واكسب قليل، تبيع كتير، تكسب أكتر. دي مش مجرد 5 نصايح أكيد بتفيد أي شركة ناشئة أو أي مشروع، لكن دي خلاصة رحلة كفاح واحد من أهم رجال الصناعة والتجارة في مصر. رحلة بدأت من تحت الصفر وكانت مليانة سعي ومعافرة. تعال أعرف حكايتها واسمع حكاية البيزنس دي. بطل الحكاية اسمه محمود. اتولد في بداية الثلاثينات، وتوفى والده وهو صغير. فسافر من قرية صغيرة في المنوفية للقاهرة عشان يشتغل في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية. كان عنده وقتها 10 سنين. من هنا بدأت رحلة السعي. بعد فترة اشتغل في محل تاني للبيع بالجملة، وبقى عنده خبرة في التجارة، واستمر في المجال ده لمدة 15 سنة. بعد كده فكر مع واحد صاحبه إنهم يشاركوا حد يمولهم ويعملوا مشروع. وفعلا فتحوا أول محل تجاري ليهم في القاهرة متخصص في المستلزمات المدرسية. بعد كام يوم صديقه المسؤول عن إدارة المحل كان مريض، وبقى محمود هو اللي بيدير كل حاجة لوحده. وربنا كرمه وبقى بيحقق أرباح كبيرة بسبب أمانته في التعامل مع الناس وعروض التخفيضات اللي كان بيقدمها. بعدها اشترى محل تاني وتالت ورابع لحد ما حول المحلات دي لشركة مساهمة. لكن بدأت الدولة توفر المستلزمات المدرسية للطلاب مجانا، وده كان ممكن يسبب خسارة كبيرة لمحمود. لكن ادانا درس مهم جدا في البيزنس، وهو إننا لازم يكون عندنا المرونة في تغيير النشاط. وفعلا اتجه لتجارة الأجهزة الكهربائية واستمر في سعيه. محمود كان بيفكر إنه ياخد حق التوكيل لشركة يابانية، ولأن حياته كلها سعي وأمانة فربنا بعت له هدية. طالب ياباني بيدرس في الجامعة الأمريكية في مصر كان بيشتري منه أجهزة كهربائية، ولاحظ كفاءة محمود ومستوى البيع المميز، فكتب تقرير للشركة اللي بيشتغل فيها في اليابان، واللي وافقت إنها تمنح محمود التوكيل، ليظهر لأول مرة توكيل العربي لصاحبه محمود العربي. بعدها بفترة زار اليابان وطلب من مسؤولي شركة توشيبا إنه يفتح مصنع تابع لتوشيبا في مصر، وفعلا ده اللي حصل. واستمر السعي لشكل رحلة رجل الأعمال الراحل محمود العربي، وكل خطوة فيها كانت بتوصله للنجاح أكتر. الحكاية مش مشروع ولا تجارة وبس، لكن الحكاية رحلة مليانة سعي ومعافرة وأمانة. لازم تفهم إن الحاجات دي هتحطك على الطريق الصحيح. القرار في إيدك، هتكون مجرد متفرج ولا واحد من اللي بيصنعوا المستقبل. لو عندك الشغف والجرأة دي فرصتك، ابتكر وخليك مختلف وسيب بصمتك. لو قصة ألهمتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لأن اللي جاي أقوى.